تدمير هذا التفكيك لن يتم طالما العراق قوي. لكن قبل ما أحكي عن العراق، وبالمناسبة أحكي لكم عن 3 أشياء شخصية، أحداث شخصية ووثائق شخصية ومعلومات شخصية عن هذه الحرب أنا كنت طرف فيها. بس قبل ما نروح لموضوع العراق بدي أحيي بشكل غير محدود، أحيي الشعب الجزائري، أحيي شباب الجزائر، لأنه هذا الشباب حقيقة يثبت يوما بعد يوم بأنه يعني شعب وطني شريف، وأن الجزائر لم تتغير ولن تتغير. المناسبة أنه في مخرج جزائري، هذا المخرج الجزائري راح لمدينة سكيكتا بده يعمل فيلم عن الحرب الجزائرية. طيب من ضمن الأشياء اللي كانت يعني أو أحد أبطال هذه الحرب، من ضمن الأشياء كان مطلوب أنه يكون في واحد خاين، شاب خاين جزائري يرفع علم فرنسا لمدة 10 ثواني. تخيلوا في المدينة كلها ما في حد قبل يرفع علم فرنسا ويقوم بدور الخائن. قالوا بدأوا ب2000 دينار جزائري. طب الشباب مساكين، يعني 2000 دينار مبلغ كويس. قالوا له عيب عليك، 2000 دينار احنا بنبيع يعني كرامتنا وشرفنا. 2000 رفعوها ل10,000 دينار ولا قبلوا ابدا، وتوقف التصوير الفيلم كليا لانه مش لاقين شاب جزائري يرفع علم فرنسا. تتخيلوا لو انه الفيلم كان فيلم لو انه كان الفيلم انه بدهم يرفعوا علم اسرائيل، والله لذبحوه المخرج الجزائري، والله لاكلوه وقتلوه حقيقه. ترفع علم اسرائيل طبعا في شعوب عربيه للاسف او بعض العرب بيرفعوا علم اسرائيل. فالجزائر تخيل لو طلب رفع علم اسرائيل. طب يا سيدي بدنا نغير، طب لو طلب رفع علم فلسطين، والله لكل الجزائر 45 مليون جزائري تطوعوا يرفعوا علم فلسطين وببلاش وبالساعات، حتى مش ساعة ولا ساعتين. هذا فلذلك أنا بأشكر حقيقة الشباب الجزائري، وهم منبع الوطنية والله، بشي بشرف وبرفع الراس في زمن التطبيع العربي. الشعب الجزائري، أحيي شباب الجزائر، لأنه هذا الشباب حقيقة يثبت يوما بعد يوم بأنه يعني شعب وطني شريف، وأن الجزائر لم تتغير ولن تتغير. المناسبة أنه في مخرج جزائري، هذا المخرج الجزائري راح لمدينة سكيكتا بده يعمل فيلم عن الحرب الجزائرية. طيب من ضمن الأشياء اللي كانت يعني أو أحد أبطال هذه الحرب، من ضمن الأشياء كان مطلوب أنه يكون في واحد خاين، شاب خاين جزائري يرفع علم فرنسا لمدة 10 ثواني. تخيلوا في المدينة كلها ما في حد قبل يرفع علم فرنسا ويقوم بدور الخائن. قالوا بدأوا ب2000 دينار جزائري. طب الشباب مساكين، يعني 2000 دينار مبلغ كويس. قالوا له عيب عليك، 2000 دينار احنا بنبيع يعني كرامتنا وشرفنا. 2000 رفعوها ل10,000 دينار ولا قبلوا ابدا، وتوقف التصوير الفيلم كليا لانه مش لاقين شاب جزائري يرفع علم فرنسا. تتخيلوا لو انه الفيلم كان فيلم لو انه كان الفيلم انه بدهم يرفعوا علم اسرائيل، والله لذبحوه المخرج الجزائري، والله لاكلوه وقتلوه حقيقه. ترفع علم اسرائيل طبعا في شعوب عربيه للاسف او بعض العرب بيرفعوا علم اسرائيل. فالجزائر تخيل لو طلب رفع علم اسرائيل. طب يا سيدي بدنا نغير، طب لو طلب رفع علم فلسطين، والله لكل الجزائر 45 مليون جزائري تطوعوا يرفعوا علم فلسطين وببلاش. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة نيوز 24 فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.